السلام عليكم، وش راكم؟ وش اخباركم؟ ان شاء الله تكون صحتكم النفسيه والجسديه بخير. رجعت لكم كيتي بفيديو جديد ولا ببودكاست جديد، وعنوانه كيفاش انتظمت في وقتي. انا هذا النصائح درت عليهم واكتشفتهم مع الوقت، كاين اللي سمعتهم، كاين اللي اكتشفتهم، كاين اللي نصحوني بهم، وتمنيت لو كان جاو قالوا لي هذا النصائح ولا نصحوني بهم على البكري. بصح ما عليش، مادام فادوني ان شاء الله انا ثاني نقدر نفيد ناس واحده اخرين. قبل ما نبداو، اللهم أدخلنا مدخل الصدق وأخرجنا مخرج الصدق، واجعل لنا من لدنك سلطانا نصيرا. أول حاجة، اسمعوني وحلوا وذنيكم. أول حاجة، وأنا ما نكذبش عليكم، ما توقعتش هذه النصيحة كشغل صح، هي الركيزة اللي صح عليها انتظمت في بزاف 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 صوالح، واللي هي انتظام في الصلاة. دبر راسك، يعني إلا أنت مش منتظم في صلاتك، مش حنقولك ماكش حتنظم وقتك، بصح صدقوني سهلت عليا بزاف صوالح، ودوكا نقول لكم كيفاه وعلاه سهلت عليا. شوفوا، إلا أنت تصلي، أعرف باللي الصلاة راهي راح تفيدك في حاجة اسمها تنظيم الوقت. وإلا انت ولا انتي ما تصلوش اصلا، ولا تصلوا نهار ونهار ما تصلوش، ولا تصلوا بالنفحه وكشغل مش منتظمين في الصلاه وصاي، ولا ما تصليش كاع، راه ماشي عيب، عادي. شوفوا سبحان الله، راكم دخلتوا فيديو تاع كيفاش تنظيم الوقت، لقيتوا صلاة، اعتبروها رسالة من الله عز وجل باش تولوا تبداو تصلوا، لخاطر راهي ركيزة. سبحان الله، يعني المسلم مينيموم لازم يكون يصلي، فهمتوا؟ فاعتبروها ركيزة، ولا اعتبروها عفوا رسالة من الله عز وجل ليكم باش تبداو صفحة جديدة. وإلا أصلا عندك وقت ما صليتش ونسيت كيفاش تصلي، راه ماشي عيب، عادي. العيب أنك تبقى ما تعرفش. أما إذا ما تعرفش ولا نسيت، عادي جدا. ادخلوا لليوتيوب واكتبوا تعليم الصلاة للأطفال. ممكن انت ما تحبش تشوف فيديوهات الشيوخ، ولا يجوك مملين، ولا أصلا ما تفهمهمش. ادخلوا فيديوهات تعليم الصلاة للأطفال، يجوا باينين ومفهومين، والشرح تاعهم يكون سهل. يعني طريقة الصلاة سبحان الله للكبار والصغار كيف كيف. فشوفوا هذوك الفيديوهات تاع كيفية الوضوء، كيفية الصلاة الصحيحة، وإن شاء الله بإذن الله يفيدوكم. راح نقول لكم كيفاش عاونتني الصلاة في تنظيم الوقت. شوفوا، سبحان الله، مخي اتعلم، مخي تبرمج على حاجة، وحتى الكور تاعي كشغل تربى على حاجة. دوكا نقول لكم كيفاه. مثلا نكون حاكمة تليفون، نرسم، نطيب، ندير أي حاجة في حياتي، نقرأ إلى آخره، أي حاجة أي حاجة. نسمع الآذان، بمجرد ما نسمع الآذان، وقت الصلاة، نحط هذيك الحاجة من يدي، بغض النظر عن ديك الحاجة، نسيق، نغسل، نطيب، نرسم، أي حاجة راني ندير فيها نحطها، من ما يهمنيش. أي حاجة راني نديرها، حاجة راني ندير فيها، نحطها ونروح نتوضى ونصلي. هذا الشيء عود مخي كي نحب ندير حاجة، بمجرد ما تجيني باللي هذيك الحاجة لازم تندير، أي صاي نحط أي مشتت، نخلي أي مشتت من يدي ونروح ندير هذيك الحاجة. وثان مثلا في أوقات الصلاة وليت نبني عليهم حياتي. مثلا عندي حاجة نديرها، نديرلها وقت محدد بين صلاة وصلاة. مثلا أنا مثلا عندي بحث نديره، هذا البحث نقول مثلا نديره من بين صلاة العصر صلاة المغرب، لازم نكون كملته. ما بين صلاة المغرب للعشاء لازم نكون كملته. مثلا كيما هاك، يعني بديت ننظم الروتينات تاعي على حساب الصلاة، وسبحان الله ما نضيع صلاة ونلقى روحي ديجا عندي بركة في الوقت ثاني، نكون ديجا درت هذيك الحاجة اللي كنت حابة دايرتها. فسبحان الله، يعني الصلاة عاونتني بزاف نتنظم في وقتي بزاف صوالح، ووليت كشغل إنسانك شغل. ولفت عقلي انه بمجرد ما نسمع الاذان، ولا مثلا نخمم في ذيك الحاجه، نحط اي مشتت ونروح نصلي، ولا نروح ندير اي حاجه. وما نش نقول لكم نصلي بمعنى راني نزكي في روحي، ولا نشكر في روحي، ولا انا مسلمه شوفوني نعرف ندير وما تعرفوش. لا لا، يعني بمجرد يعني هذه الحاجه، يعني راهي باش تفيدكم، ما تقولوش رياء ولا حاجه. راه المسلم راه مينيموم يكون يصلي، اقل حاجه في المسلم يكون يصلي. والا ما تصليش راه ماشي عيب، مثلا ابدا صفحه جديده وابدا صلي. وهذه هي شغل، راني مش نقول لكم راه ماهوش التزام الصلاه راه اقل حاجه، يعني الاساسيه، فهمتوا؟ ثاني حاجه واللي هي حط اولويات. حطوا اولويه، بمعنى مثلا انت انسان تخدم، تقرا، ودير سبور.
الأولوية راها ماشي أنا نقولها لك ولا واحد آخر يقولها لك ولا مثلا كوتش يقولها لك. الأولوية راك انت ديرها لنفسك. مثلا أنا مثلا الأولوية تاعي مثلا نقرأ، ندير سبور، نخدم. مثلا كاين لواحد أولوية تاعو يقرأ يخدم يدير سبور، كاين لي أولوية تاعو يدير سبور يقرأ ويخدم. يعني كل واحد والأولوية تاعو. ديروا الحاجة الأهم في الأهم. الحاجة اللي لو كان ما ديرهاش تأثر عليك بزاف أبدأ بها هي الأولى، الحاجة اللي مقلقاتك بزاف أبدأ بها هي الأولى، وإلى آخره. انا صراحه دائما نقول لمخي الحاجه اللي مقلقتني نبدا بها هي الاولى باش نتهنى منها، فهمتوا؟ ثالث حاجه واللي هي اهداف ذكيه. حطوا اهداف ذكيه، ماشي مثلا الهدف تاعي مثلا اني ندير لاطاي في 3 شهور، انه في شهرين الى اخره. مثلا اعطيتكم مثال برك، يعني ديروا اهداف شغل اللي تقدر ديرها يوميا ومع الوقت تبان النتيجه تاعها. اي مش ديروا 99 هدف في اليوم، اي كيما ديروهش يجيك الاحباط وتدبرس وتقول انا ما نعرفش ندير وما نعرفش نلتزم الى اخره. لا لا، ديروا اهداف اللي صح نقدر نديرها. اهداف شغل ما تكذبش على روحك في الاهداف، دير حوايج اللي تقدر تديرها. الا ما درتهاش عادي كل يوم تخدم، كل يوم تريكيبيري الى اخره. يعني هذا هو الالتزام. كل خطره خطره ايه، خطره لا لا، خطره ايه لا لا، خطره كل خطره كيفاه. يعني اهداف ذكيه شغل ما تكذبش على روحك. تكون تحط في الاهداف، حط حاجه اللي صح تقدر تديرها. لما تقدرش تديرها ما ديرهاش. دير الحاجه اللي صح تقدر تديرها. ما تكذبش على روحك بلي دير 99 الف حاجه، اي كيما دير ولا حاجه منهم ولا دير زوج هي شغل يطيح لك المورال. ديروا اهداف ذكيه. رابعا اكتبوا اولوياتكم. الأولوية كي تحطوها لازم تكتبوها، حطوها كشغل نوت في التليفون ولا كتبوها دبر راسكم وكتبوها. لخاطر كي تحط أولوية ولا هدف ذكي ديجاك شغل راك تنساه ولا شغل تلقى روحك درت غير الحاجه اللي شافي عليها. ماذا بيكم تكتبوهم ولا تحطوا النوت؟ انا هذيك شغل فادتني بزاف ما نكذبش عليكم. الا ماكش قادر تكتب حط نوت في التليفون وخلي عليها، خلي عليها ما ديرهاش، خلي عليها خطره على خطره ترجع ليها وديرها. رابع حاجه واللي هي شوفوا هذه فادتني بزاف. انا هذه درتها شخصيا من عندي، واللي هي قانون 41 دقيقة. شوفوا، نحط أنا في التليفون عداد نديرو 41 دقيقة. علاه 41؟ والله ما على بالك شغل. أنا شغل مرة كنت حابة ندير حاجة وديك الحاجة ما تشد لي بين ساعة ونص ساعة، يا ما كنتش على بالي قاع شحال تشد لي. أي درتها 41 دقيقة ولفت، وليت أي حاجة حابة نديرها نديرها 41 دقيقة، وسبحان الله نلقى روحي كملت قبل 41. مرات يعني تروح لساعة. ففهمتوا؟ اي حاجة صعيبة عليكم ولا ديروا هذا، ولا حاجة شغل رايحة تغسلي في المواعين ديروا 41 دقيقة، بالك ما تكمليش عند 41. فعلى ذيك فادتني هذه بزاف تاع 41 دقيقة. جات عشوائيا ما نكذبش عليكم، حاجة كنت ما بين ساعة ونص ساعة هي درتها 41 دقيقة وصح فادتني وليت نعتمدها دائما. خامس حاجة واللي هي اخطوكم من الحماسة الزايدة تاع البدايات. شوفوا، الأهداف راه متحققش بين نهار زوج 3 شهر شهرين. الأثر تاعها يبان بعد عام، بعد 6 شهور، بعد 7 شهور. على هذيك هذا هو التحدي واللي هو الصبر واستمرارية. حماسة زايدة ما عندها مدلك، بالعكس نهار تتحمس يجي نهار يا ماكش تتحمس، اي تقول انا نستنى الحماسة باش نخدم. لا لا، تخدم باش تزيد لك الحماسة مش العكس. واخر نصيحة واللي هي المشتتات. ما نش حنقول لكم وش هما المشتتات، نتوما عارفين وش المشتتات تاعكم، وماذا بكم تخدموا باش تبعدوا على هذيك المشتتات. ومشتت شغل راكي شغل تنحي المشتت تنحي 70% من المشكل، وانتوما عارفين وش المشتت تاعكم. وهذا هو بودكاست اليوم، إن شاء الله تكون فدتكم ولو بجزء من الفائدة. إذا عجبكم بودكاست اليوم ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب. استودعتكم الله الذي لا تضيع ودائعه، ونشوفكم في الفيديو الجاي إن شاء الله.